بيقولوا لي هتفطرينا ايه النهارده؟ قلت لهم بقى مالكوش دعوه، ده انا هفاجئكم النهارده. رحت جبت الحله وقفلت عليا باب المطبخ عشان ما حدش يعرف انا بطبخ ايه. رحت جبت جبت بصلايه وقطعتها. اه. ماشي. انا ما اديتلهمش فرصه عشان لو كانوا شموا حاجه ولا كانوا عرفوا انا بطبخ ايه كان هيقولوا له غير الطبخه دي كلها. رحت جبت بصلايه وقطعتها وحمرتها كده صياديه. بص انا عايزه ماشي. اقول لك وسبتها تتحمر صح يا حموزه. اه. وبعد بقى ما حطيت عليها الميه كده خدتها غلوه كده لحد ما بقت بني كده. رحت فصصت لي شويه فول وحطيتهم كده. وجبت شويه رز مصري. كل حاجات ما حلوه يا ماما. حبيب قلبي يا حموزه. جبت شويه رز مصري وحطيتهم كده في ايه فوق الفول. اه. وحطيت بقى ايه عليهم معلقه كمون ومعلقه ملح. يزونك ده حلوه. ايوه. كان حلو يا حمزه الفول صح. حلوه جدا. ايوه كان تفحه. ماشي. الحمد لله ان محدش حس ان انا فاجئتهم على الفطار. اه. والصينيه محطوطه. اه. ما ادتلهمش فرصه يقولوا لي انت غيرت الاكل، ما تغيري الاكله. ماشي. قمت انا رايحه جايبه بقى شويه بقدونس كده من الفريزر اللي انا مخزناهم وحطيتهم في قلب ايه الفول والرز بيديهم طعم حلو قوي. وبعدين غطيت عليهم بقى كنت سبتهم بقى لما غلوا وبعد كده وطيت عليهم وسبتهم لما يستووا خالص. هو كده اه. استوى خلاص اهو. اه. هنحطهم بقى في طبق التقديم اهو. اه. كان وقتها المغرب بتأذن. اه. وبيقولوا لي انت قافله وراك عليك الباب ليه؟ قلت لهم محدش ليه دعوه. محدش يفتح باب المطبخ الا لما اخلص خالص. قمت انا عامله قمت انا عامله سلطه وخرجت لهم بالصينيه. كان هيغمى عليهم عامل عليكم بس انا سكر كان نفسي بعض. فيها. اه.